مدير الجلسة، الحضور الكرام في هذا البلد يا شعبا وقيادة، وسائل الإعلام، الزملاء الصحفيين، في البداية أشكركم جميعا على إتاحة هذه الفرصة الطيبة على هذا اللقاء الطيب الذي يجمعنا فيه هم واحد، وهو الاستقرار وأمن منطقتنا المغاربية ووحدة شعوبنا والتعاون من أجل ما هو آت، لأن القادم هو صراع تكتلات بين قوى يدافع عن حضارتها ويدافع عن قيمها، ولن يكون هناك مكان دولة سواء تكون شاة قاسية أو دولة ما. حقيقة أن هذا الكتاب جاء في إطار دور قمنا به من خلال هذه الجلسات والندوات التي قدمتها جبهة القوى الديمقراطية، والتي بدأت من مشاركتي في ندوة في وجدة حول المشروع الإيراني وزعزعة الأمن المنطقة المغاربية والدول العربية والإسلامية والتدخلات المعروفة. أنا مهتم بهذا الموضوع من زمان. صدر لي كتاب من قبل سميته أسرار الشيعة والإرهاب، ومصطلح الشيعة ليس اصطلاح ديني ولا اصطلاح طائفي ولا اصطلاح مذهبي، بل أنني شرحت في الكتاب أن المقصود به هم ما يسمى بشيعة الولي الفقيه، الذي هو تنظيم استخباراتي وليس عقائدي، بل العقيدة تخضع للحرس الثوري وفيض الرأس. أصدرت هذا الكتاب حينها وكشفت كل المعلومات والمعطيات حول الدور الإيراني في الجزائر من خلال الجماعة الإسلامية المسلحة كما كانت تسمى، وهي الجير التي وصل إلى إمارتها الوطنية محفوظ طجيل، الذي كان قد تدرب في معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية، وأيضا عناصر آخرين تدربوا حتى في ثكنات تابعة للحرس الثوري في سوريا، وأيضا وصلوا وتدربوا في ثكنات العسكرية على بعد 80 كيلومتر من طهران، وتم القبض على بعضهم، وهناك من تم إعدامهم، وأيضا حتى تمرير فيديوهات يعترفون فيها على دور إيران في تلك المرحلة. وطبعا النظام الجزائري قطع علاقاته مع إيران بتهمة دعم الإرهاب، والآن ها تناسى إرهاب إيران وصاروا الإيرانيين أصدقاء اطلاع المغرب هو من دعم الإرهاب في الجزائر، وهذا يدخل في مسلسل تزوير التاريخ وتزوير كل شيء من أجل الأجل. طبعا بذلت هذا الكتاب هو ثمرة جهود مدة طويلة، لكن عندما ذهبت في بعثة المراقبين لسوريا ضمن جامعة الدول العربية وربطتني علاقات قوية مع ثوار سوريا، تحصلت على أرشيف استخباراتي تابع للمخابرات السورية، وداخل هذا الأرشيف وجدت كثير من المعلومات، من بينها مثلا ما تعلق بمقتل نجل حسن نصر الله في ملهى ليلي، ثم حوله إلى شهيد للمقاومة. وبعد ذلك عندما كشفت هذه المعلومة طلع حسن نصر الله في خطاب وهاجمني شخصيا وقال لي أنت هم أولادك اللي يموتوا في الكبقيهات، وأنا ما عندي حتى أولاد أصغر في تلك المرحلة. المهم بعد ذلك بدأت أبحث في الوثائق، وهي أكثر من 15,000 وثيقة، فوجدت وثائق تتحدث عن تورط البوليزاريو، شبكات البوليزاريو ذهبت إلى هناك وثيقتين قمت بعرضهما، ولكن هناك وثائق أخرى احتفظت بها من أجل استغلالها في هذا الكتاب، وستكون ضمن هذا الكتاب. كشفت أن المسألة تعدت مرحلة أنه ترسل أشخاص من أجل التدرب أو شيء من هذا القبيل، بل القضية تتعلق بالتنسيق استخبارات أمني تحت إشراف الحرس الثوري وفيلق القدس. بعد ذلك بقيت أبحث في هذا الموضوع، فوجدت اعترافات من قيادات البوليزاريو نشرتها الصحافة الجزائرية ومرت مرور الكرام، ولكن نحن كباحثين لا يمكن أن تمر علينا هذه الأشياء، فنحن نحتفظ بها عندما يأتي ما يوصف بوزير الداخلية لدى البوليزاريو ويقول بأننا ذهبنا إلى لبنان وحاولنا أن نلتقي مع حسن نصر الله، ونحن نتطلع إلى تنسيق ولدينا علاقات مع إيران، لكن نتطلع إلى ما هو أفضل. فهذه لا تمر مرور الكرام على الباحثين، لكنها قد تمر مرور الكرام على ناس يتابعوا الأخبار من أجل التسلية أو شيء من هذا. فجمعت هذه المعلومات، وأيضا سجلت اعترافات
لبعض الاشخاص ممن انشقوا عن حزب الله اصلا، واعطوني معلومات حول زيارات لضباط تبعين الفيلق القدس وتبعين الحرس الثوري، زاروا المخيمات، وهناك بدا النشر يتحدثون عن العمل العقائدي، لأن إيران لا تقبل أنها تضم لها ميليشيا إذا لم تغلغل فيها عقيدة موالية لما يعرف بعقيدة ولي الفقيه. هذه مستحيل، هي تضم الجيا لم تكن عقيدتها ولي الفقيه، ولكن تمكنت من إيصال قياديين إليها، وصار آخر نور الدين بوذيار هو آخر أمراء الجيا كان يذبح بالسكين ثم يلعق السكين ويقول ما أحلى دم النواصر، وهو قبل ذلك لم يكن موالي عقائديا إلى. وبدأت عملية البحث فوجدنا الكثير من المحطات، وبدأنا نسجلها ونكتبها ونتابع قضية التصريحات التي تأتي من إيران، ومن بينها نقدي الذي هو نائب قائد الحرس الثوري الذي قال بأن صواريخ إيران تصل إلى مضيق جبل طارق.